السلام عليكم ومرحبا في فيديو جديد. الفيديو هذا راح يكون مختلف شوي على باقي الفيديوهات اللي مالف نديرها، لانه راح نحكي قصة عن مرحلة فات من عمري وش استفدت منها. الجامعة خوتي. بما اني تخرجت هذا العام بشهادة ماستر 2، حبيت نحكي عن التجربة الجامعية بصراحة، سواء كانت ايجاب او سلبياتها، وماذا بيا تشاركوني اراءكم في هذا الفيديو وتخليونا بتعليق وجامد. البداية، بعد ما كنت محب للتخصص اللي اخترته، قررت أني ندرس في جامعة معروفة ونستفاد بأكبر قدر من التجربة الأكاديمية. الجامعة كانت بعيدة نوعا ما، ولكن ما كانش مشكل من هذه الناحية. البداية كانت صعيبة شوية، ولكن تأقلمت بسرعة وتعرفت على ناس نعمة في التخصص تاعي وخارج التخصص من جميع ولايات الوطن، وحتى أساتذة وقامات علمية معروفة. الصراحة ما كنتش من النوع اللي يحب الحضور في المحاضرات اللي قدموها الأساتذة، ليس مشكل منهم لأنهم طبيعة الحال مكلفين بإكمال برامجهم، ولكن أسلوب أو طريقة عرض المعلومة من قبل الأستاذ كانت مملة نوعا ما، كون عصرنا الحالي يتوجه نحو الأسلوب الخطابي التأثيري، أي محاولة تقديم معلومة واحدة بعدة طرق وليس تقديم الكثير من المعلومات في أسرع فترة زمنية. بزاف قصص كاينة، لكن في هذا الفيديو راح نركز على أنواع الأساتذة اللي قابلتهم. راح نصنفهم لثلاث أنواع من الأساتذة. عندنا الأستاذ الأول اللي هو الأستاذ طموح، أما الثاني أستاذ عابر السبيل. Bro, what are you talking about, man? ذوكم بعد تفهموا علاش سميتوه هكذا. وعندنا الأستاذ العادي. في الجامعة تلقى ثلاث أنواع من الأساتذة. النوع الأول هو ذاك الأستاذ اللي راعي ظروف الطلبة ويحاول التقرب من الطالب لاستكشاف مواهبه ويحاول يساعده، حتى أسلوب تدريسه تلقاه ممتع لأنه يكون أكثر واقعية، وفي الغالب تلقاه عنده الكثير من الإنجازات ومحبوب في الوسط الطلابي، لكن مكروه في الوسط الإداري لأنه يعتبر مصدر تهديد لهم، كونه يسعى بضمير لتحقيق أكبر استفادة لدى الطالب، لكن للأسف كل الأبواب مغلقة في وجهه وما يقدرش حتى يستغل الإمكانيات داخل الكلية، وهذا ما صنفته للأستاذ الطموح. نايس. أنا بالنسبة للنوع الثاني من الأساتذة اللي سميته الأستاذ العابر للسبيل. هو ذاك الأستاذ اللي ممكن أصلا يكون يدرس في غير تخصصه، وهذا الشيء كارثي صراحة، واحتاجوا يعمر المنصب هذاك لفترة زمنية معينة بعدها ما تزيدش تشوفوه. في الغالب هذا النوع يتبع سياسة علمني ونعلمك، ما يعرفش يقول لا على أي شيء تطلبه من الإدارة، وحتى لو كان لغير صالح الطالب، مهم الشهرية تدخل ولكن ما يعرفش باللي دواء الطماع الكذاب. صراحة هذا النوع ما راحش يقدر من طرف الطلبة، يعتبر أستاذ عابر للسبيل. الآن نروحوا للنوع الثالث اللي هو الأستاذ العادي. هو ذاك الأستاذ الذي يلقن ثم يلقن، ما يهمه إدارك هنا ولا غائب I'm here to tell you right now, we don't care. إلى آخره. نورمالمون جاك واحد دوكا في راسك، كما يقال العلم متراكم، لكن هو آخر تحديث له توقف في سنة 1900 الله أعلم. لما تحاول تطرح له فكرة أو رأي حيرفضها بشكل مباشر، في الغالب يكون منبوذ في الوسط الطلابي، كون الجيل الحالي يحب يسمع ويطرح أفكاره عكس الجيل السابق اللي يفضل الاستماع فقط، كما نقولوا حب يعمر ولكن داير لك قدر ما يحبش يقاطعك لمدة ساعة ونصف من الوقت. هذا تصنيفي المختصر لأنواع الأساتذة اللي قابلتهم في هذه المرحلة. كاين أنواع وقصص كثيرة أخرى، إذا حابين تسمعوا أكثر خليونا رأيكم في التعليق. وكملاحظة، إذا كنت أستاذ خليك من الصنف الأول، لأنه راح نبقاو نتفكروا للأبد. والسلام.